الحايك قطعة قماش بسيطة في ظاهرها، لكنها تختزل تاريخاً طويلاً من الأناقة، الهوية والمقاومة. هو لباس تقليدي نسائي ميز المرأة لقرون، وجعل منها رمزاً للحشمة والصمود. يعود أصل الحايك حسب بعض الباحثين إلى سقوط الأندلس سنة 1492، حين لجأت العائلات الأندلسية إلى شمال إفريقيا جالبة معها تقاليدها، بينما يرى آخرون أنه يعود إلى الفترة العثمانية، مستشهدين بكتابات المؤرخ الإسباني دييغو دي هيادو في القرن السادس عشر، الذي وصف الحايك كلباس نسائي جزائري أصيل. إن الأندلسيين ساهموا في نشره، لكن المرأة الجزائرية كانت تمتلك قبله أزياء مشابهة، فضفاضة محتشمة تعكس تقاليد المجتمع ومعتقداته الدينية. تعددت أشكال الحايك عبر المناطق الجزائرية. في العاصمة والبليدة برز حايك مرمة المصنوع من الحرير، وفي تلمسان العشعاشي. أما في قسنطينة فاشتهرت الملايا السوداء، في الغرب كان الكسا، وفي الجنوب الملحفة. أما عن طريقة ارتدائه فكانت بدورها تحمل دلالات اجتماعية. هناك لفة بوعوينة، وهناك الحايك المرفوق بالعجار، نقاب مطرز يغطي نصف الوجه، وفي الأعراس يغطى به رأس العروس، فيما يعرف بلحو يك رمزاً للشرف والحشمة. لكن الحايك لم يكن مجرد رمز للأنوثة، بل تحول خلال فترة الاستعمار الفرنسي إلى أداة للنضال، فقد استعملته المجاهدات لإخفاء الأسلحة والرسائل، كما تنكر به الفدائيون لتنفيذ عمليات فدائية. لقد كان الحايك درعاً يحمي الهوية الجزائرية. حتى المفكر والمناضل فرانز فانو تحدث عن دور الحايك في كتابه العام الخامس للثورة الجزائرية، مؤكداً أن تمسك المرأة به كان نوعاً من المقاومة الثقافي. كما برز عالمياً عبر فيلم معركة الجزائر سنة 1966 الذي خلد الحايك كرمز نضالي. ومن خصوصيات الحايك الجزائرية أيضاً الملاية القسنطينية التي تغيرت من الأبيض للأسود. فبعد مقتل صالح باي سنة 1792 لبست نساء قسنطينة اللون الأسود حداداً، لتتحول الملاية إلى رمز للوفاء والهوية، ثم لاحقاً إلى لباس مقاومة في الشرق الجزائري. اليوم ورغم تراجعه منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يزال الحايك حاضراً في ذاكرة الجزائريين وفي بعض الطقوس الاجتماعية والأعراس. إنه أكثر من مجرد قطعة قماش، إنه ذاكرة شعب ورمز للأناقة، للهوية وللنضال الجزائري.